احمد ربنا كونك كاهلاوي. بيراميدز زد وبيراميدز في نهائي كاس مصر، واللي انت شفته واللي انا بقوله ده دلوقتي كارثه على الكره المصريه. البطوله الاعرق في مصر صعد للنهائي بتاعها فرقتين رجال اعمال، فرقتين غير جماهيريه، فرقه منهم لسه صاعده جديد للدوري المصري. انت متخيل؟ فرقه منهم زد لسه صاعده حديثا الى الدوري المصري، دوري السبوبه، دوري رجال الاعمال، دوري الشركات. طب ايه يا زمالك؟ الاهلي انسحب يا جماعه على فكره. الزمالك معلش نسيت ان انتوا كنتوا بتلعبوا بالعالم مشخه، معلش. طب ايه يا اسماعيلي؟ ايه يا مصري؟ ايه يا اتحاد؟ الاهلي انسحب على فكره من البطوله. يعني الفرق الجماهيريه بقى هتاكل بعضيها. الاهلي بتاع الحكام بتاع الدوله اللي كل حاجه وحشه الاهلي بيعملها، الاهلي مش موجود. فين انتوا بقى؟ يعني ما شفتكوش في النهائي، ما شفتش فرقه من دولت في النهائي. الفرقه اللي الناس اللي جماهيرها بتعيط كتير مش موجوده في النهائي. في النهائي فرقتين يا نهار ابيض يا جدعان على بجد بجد الكره المصريه حرفيا ضايعه ضيعه. لما الاقي فرقتين مالهمش جماهير في نهائي البطوله الاعرق في مصر، دي مصيبه والله العظيم، دي كارثه. بس اللي انا اقدر اقوله لك يا زميلي الكروي، انا بحيي اتحاد السبوبه ان خلى الكوره في مصر عباره عن سبوبه، انديه شركات، انديه رجال اعمال، كوره ملهاش اي قيمه، دوري تحس ان انت بتلعب دوري شركات، فيش متعه. الحمد لله، احمد ربنا احمد ربنا كونك كاهلاوي ان النادي الاهلي بياخد بطولات، بياخد منها فلوس كتير، بيجي له عقود رعايه، بيجي له اعلانات عشان يقدر يسد ويقف لحد دلوقتي على رجليه ويكون الاقوى في مصر وفي افريقيا في بطولات كلها سبوبه. الحمد لله، الحمد لله يا رب. سلام يا زميلي الكروي.